مين فينا لما بيعدي جنب عربية الصدوق ما بيلاقيش الريحة قلب الدنيا ولازم يجيب؟ كلنا حتى لو مش عايزين ناكل بنقف نجيب بسبب الريحة بتاعته اللي بتطلع في الدماغ على طول. طب ما تيجي بقى نفس الصدوق بتاع العربيات ونفس الريحة ونفس الطعم هناكله في البيت. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض. انا هنا جبت نص كيلو صدوق. نص كيلو الصدوق بتاعي لازم يكون من عند الجزار، يكون حد واثقه فيه. بلاش اللي هو المجمد يا جماعه، لان بيبقى عباره عن برغل صدوق، برغل قصدي، فول صويا، حاجات غريبه بسمعها. بلاش منه، خليكي في الصدق بتاع الجزار. هنا بقى التقطيع على حسب رغبتك، تقطعيها 3، تقطعيها 2، تقطعيها ما تقطعهاش خالص، تخليها واحده، مفيش مشكله، انت حره. يلا بينا بقى على الزيت بتاعنا السخن اللي مستنينا. هنا لازم تسخني الزيت كويس عشان اول ما تنزلي بالصدق ياخد الصدمه بتاعته وما يلزقش معاكي في الطاسه. وكمان لو نزلتي في الزيت بارد الميه بتاعته بتقل وبتفقدي وزنه. لو عامله نص كيلو هتلاقيه ربع كيلو. فاهم خطوه هنا لازم تنزلي بيه سخن. واهم خطوه كمان ما تقلبهوش، اللي من فوق كده بتحطيه جنبه كده بس زي ما انا عملت وخلاص، تسيبيه ياخد صدمته. لما بياخد صدمته تيجي تقلبيه ما بيتفرولش معاكي. لو قلبتيه على طول اول ما تنزلي بيه بيكون لسه ما مسكش نفسه وبيفرول معانا. هنا قلبي براحتك بقى وشقلبي وقلبي وعيشي حياتك زي ما انت عايزه. كده خلاص عدينا مرحله الخطر. تمام تمام. لو اول مره تشوفيني بقى يسعدني ويشرفني انك تنوريني، تعملي لي احلى اشتراك من ايدك وتحطي لايك للفيديو. ويلا بينا نخش على الخضار بتاعنا. هاتي هنا 3 بصلات. الثلاث بصلات عباره عن نص كيلو بصل. ما تقلقيش كميه البصل بتاعتنا هنا مش كتيره. هنقطعه تقطيع رفيع كده زي ما انت شايفه، يعني صغير خالص. وهننزل بيه. انا سايبه الصدق بتاعي بيستوي، هنزل بيه والصدق بتاعي مستوي. فلازم تقطعيه رفيع علشان ايه؟ علشان ما يبقاش طعمه باين معاكي، يبقى مستوي معانا يعني. تمام تمام. خلصت نص كيلو البصل بتاعنا وقطعناه. ويلا بينا اول ما ينزل في النار ما تقلقيش منه، كل ده هيختفي. هتلاقي بصلايه واحده يعني. يلا بينا. يلا بينا. في تكاية صغيرة بتاعة العربيات هي اللي بتخلي الصدق بتاعك في حتة تانية. لما الصدق بتاعنا يستوي هوريها لك، هي دي اللي ما نقدرش نستغنى عنها. بتخلي الصدق بتاعنا يا جماعة طعمه تحفة وخطير جدا. لو استغنيتي عنها يبقى انت ما كنتيش صدق. تمام تمام، بس بعد ما يستوي. يلا بينا بقى. حطينا البصل بتاعنا. البصل بتاعنا نقلبه ونجيب اللي فوق تحت واللي فوق واللي تحت فوق ونشقلبه على بعض عشان يستوي. الصدق بتاعي استوى وزي الفل. انا هنا عايزه الخضار بتاعي يدبل. تمام تمام. وما تخليش الخضار بتاعنا يتهرى، يعني يبقى موجود كده وباين، يبقى شكله حلو وفي نفس الوقت مستوي. قلبته كده تمام وناري عاليه زي ما انا، عشان الصدق زي ما قلت لك مش عايز نار واطيه. هاتي هنا بقى 3 4 قرون فلفل كوبي، عشان احنا عايزين هنا كميه فلفل حلوه. فلازم تجيبي الكوبي. التاني بيبقى حراق، لو انت بتحبيه حراق قوي هاتي من التاني وحطي 3 4. ممكن تجيبي 3 4 كوبي وتجيبي واحد اللي هو الحراق. انا هنا ما حطيتش حراق عشان عندي اطفال. هنزل بقى بالفلفل الكوبي بتاعنا. بعد ما اقلب البصل، طبعا اول حاجه تنزلي بيها البصل لان البصل هو اكتر حاجه بياخد وقت. بصي البصل بتاعنا عمال يقل زي ما انت شايفه وعمال يختفي بيطير. الطماطم بتاعتنا بقى صغيره بس الكاميرا مكبراها، يا دوبك 3 4 طماطمات صغيرين، ما تكتريش طماطم. خلاص كده خلص الكميه. يلا على ايه؟ على الطاسه بتاعتنا. انزلي بقى هنا ايه، قلبي كويس كده، وبعد ما تقلبي كويس تروحي نازله بالطماطم بتاعتك اهو. طبعا اهم حاجه تكوني حاطه حبه زيت حلوين، عشان الزيت بتاعنا لما بيكون كده محطوطين بيبقى بيسويه، ما يخليهوش يلزق معاكي اهو. تمام تمام. هنقلب تقليبه كويسه. كل ده ونارك عاليه، اهم حاجه تكون نارك عاليه. يعتبر كده خلاص استوى معانا، يعني هو هنا طالما لقيتي البصل بتاعنا اختفى ومش موجود يبقى الصدوق استوى، لان احنا كده كده مسويين الصدوق واحنا هنا بنخلي الخضار بتاعنا بيدبل. الطماطم والفلفل مفيش مشكله فيهم، البصل بتاعنا لازم هو اللي بتخليه يدبل عشان ما يبقاش عامل صوت كده تحت ايه، تحت اسنانك. هنا بقى المعلقه السريه والسحريه اللي بتحطها العربيات، معلقه صلصه، صلصه جاهزه، مش صلصه بتاعت بيت، صلصه جاهزه يا جماعه من بره. بتدي ريحة جميلة جدا وبتدي طعم جدا حلو وحاجة كده من الآخر. خلي بالك أنا جربتها من غير معلقة الصلصة ما عجبتنيش. أول ما حطيت معلقة الصلصة حسيت الصدق بتاعنا راح في حتة تانية بعيد عند عربية الصدق. تمام تمام. فنصيحة مني ما تستغنيش عنها.
طبعا الخضار الملح بتاعنا ما ينفعش ننزل بيه قبل الخضار، لازم هو الخضار ني قصدي، هينزل ميته بسرعه. بعد ما الخضار بتاعنا استوى كويس انزلي بقى ببهاراتك، عباره عن حبه كمون، حبه كزبره، حبه فلفل اسود، حبه ملح، فقط لا غير. تمام تمام. خلاص كده استوى معانا، دبل معانا. زي ما قلت لك البهارات بعد ما بيستوي تنزلي بيه عشان ريحه البهارات تبقى موجوده، وفي نفس الوقت لما حطيتي الملح وحطيتي البهارات وهو لسه ني هتلاقيه دب معاكي ومش موجود وهيبوظ لك الدنيا. كلي بقى احلى واجمل طبق صدق. لو وصلتي لغايه هنا بقى ما تنسينيش باحلى اشتراك واحلى لايك للفيديو، وزي ما قلت لك ما تنسيش تشاركي الفكره دي لاصحابك عشان الكل يدعي لك. باي باي.